السلام عليكم. النهارده هنعمل طريقة حلوة جدا للمحشي الملفوف او محشي الكرنب، والطعم روعة. تعالوا اقول لكم انا عملت ايه. نزلت بالزيت ونزلت بالبصل. دي حوالي بصلتين صغيرين متقطعين مربعات صغيرة، ونزلت معاهم قرنين فلفل، واحد حامي وواحد بارد. يعني عايزين نشطشطه كده، ان المحشي فعلا لازم يكون حامي. هنسيب البصلايه مع الزيت تتشوح شويه. انا عايزه اللون بتاعها لون يصفر، مش لون يتحمر، يعني لون يصفر شويه. نزلت برشه كده بسيطه من الفلفل الاسود، وكمان نزلت عليها بالطماطم. ده حوالي الطماطم دي حوالي كيلو ونص. ونزلت عليها كمان بمعلقه صغيره من الهريسة، ومعلقة كبيرة من الصلصة. هنسيبهم يتسبكوا. بصوا لما اتسبكت عرفنا ازاي اللي هي اتسبكت، اللي هو الزيت طلع فوق الوش والطماطم نزلت تحت. نزلت عليها بصلاية كبيرة من المرتة، ملح وفلفل وكمون ومعلقة شطة. هنقلب المكونات دي كلها، وبعدين هننزل بمعلقة صغيرة سكر. طب السكر ليه؟ سكر عشان ما يعملش حرقان في المعدة، ويكون خفيف على المعدة. تمام. نزلت بالرز، اهم حاجة يكون مغسول ومتصفي تمام، علشان ما يخليش الطماطم تكون متصلصة، تكون مليانة مية، يبقى المحشي يبقى مش كويس. تمام. نزلت بالملح ونزلت بالخضرة، شبت وكزبرة وبقدونس. هنقطعها طبعا وهننزل. بعد كده هندوق الرز بتاعنا. بص الخضرة بتاعته باينة ازاي، والطماطم فيه كمان حلوة. هنلف طبعا اللفة بتاعتنا حوالي 3 صوابع بس. كل 3 صوابع هنقطع الملفوف او الكرنب لحد، انا عايزين الصبع يكون صغير مش كبير. بعد كده انا خلصت الحلة، هنزل بمعلقتين صلصة، او معلقتين الطماطم اللي احنا كنا عاملينها في الاول. اخدت منها معلقتين ونزلت عليها ملح وفلفل وشطة وشوربه. انا كان عندي شوربه لحمه، فكان الشوربه كانت خفيفه شويه. العقد بتاعه اهم حاجه يعني ما يعديش فوق، لازم يكون تحت. وبعدين انا غطيته بالورق الاخضر، ولما طلعته ما خدش حوالي ساعه الا ربع، اقل من ساعه الا ربع. بصوا الجمدان، بصوا الخضره فيه ازاي. والف هنا وشفا على قلبكم. يا رب وصفتي تعجبكم. اشوفكم على خير، مع السلامه.